هعمله تاني. سومي بصت لها بخيبة أمل ومشيت سايباها. ظهرت أم نياون هجمت على جيني تزعق وتشتم وتقول كلام يجرح، لكن جيني واقفة مبتسمة بسخرية وقالت لها اضحكي زي بنتك نفس الضحك. وسط الخناقة جيني قالت كلمة فضحت نفسها، قالت ده حق اتاخد مش أكتر. الضباط اللي واقفين فهموا إن هي فعلا المجرمة، ومستر كيم ناداها ليزا تعالي معايا. هنا انفجرت وصرخت أنا مش ليزا، ليزا في البيت. الكلمة دي كانت بداية كشف الحقيقة. بالليل مستر كيم سايق عربيته بس دماغه مش مع الطريق، كل شوية يفتكر تصرفات ليزا، افتكر شكلها في المستشفى، افتكر إنها رجعت مختلفة، فكر معقول يكون ليها توأم. قرر يروح البيت اللي ساكنة فيه، لكن لما وصل لقى المكان فاضي. في نفس اللحظة دي جاله اتصال من المستشفى، نياون فائق وبتقول إن في حد تاني كان موجود وقت الهجوم. الحقيقة اتكشف، جيني ما كانتش موجودة أصلا، ولا حتى ليزا ولا سومي اللي في الجبل. المفاجأة المرعبة، ليزا كانت بتتكلم مع نفسها وكل الشخصيات كانت جوه دماغها، تجسيد لحياتها المكسورة. من كتر الوحدة ومن كتر الألم ومن كتر الرعب اللي عاشته، عقلها خلق جيني نسخة شرسة تاخد حقها، وخلق سومي الخيالية نسخة حنونة تحميها. سومي الحقيقية موجودة فعلا، لكن عمرها ما زارت ليزا في المستشفى. ليزا هي اللي تخيلتها مع كل المعاناة لحد ما بقت جزء من هويتها.